السلام إخوان والأخوات. بمناسبة هاد فصل الشتاء والبرد جبت لكم وصفة نتاع الكحة ونتاع البرد، وهي بيصارة. بغيت نشاركها معكم بطريقتي. كناخدو نص كيلو ديال الفول وكاس ديال الجلبانة خضراء، كنديروهم في الماء غاليين، كنخليوها كتغلى وكنحيدو لها ديك الرغوة نتاعها. هي كتغلي وانا كنحيد لها في الرغوة حتى ما كتبقاش نهائيا. كنزيد عليها معلقة ديال الملحة وراس ديال الثوم، وكنشد عليها الكوكوط. بعد ما كتوجد كنطحنها، كنرجعها للغاز، كنقص عليها الغاز مزيان وكنخليها كتغلى. هي كتغلى عاوتاني نفس الطريقه كنحيد عاوتاني ديك الرغوه. صافي كنبقى لها هكا تحرك وكنحيد في الرغوه. ومن بعد كنصبها في طاجين. بطبيعه الحال كنسخنو مزيان الطاجين باش كتبقى شاديه السخونه ديال البصاره. راك عارفين البرد دغيا كتبرد الماكله. صافي كنحطو البصاره ديالنا وكنزينوه بالسودانيه بالكمون، وضروري زيت الزيتون البنات سيرتو كتكون هكا جديده، حتى هي عندها فوائد بزاف. زيت الزيتون الصراحه ما كتخطاناش في الدار. وهذا هي الوصفه ديال الكحه نتاعي، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، ان شاء الله من اعجابكم.